الفيت 4 برو. احنا عملنا مراجعه على الفيت 4 العاديه وجالي شويه هجوم في الكومنت، يعني مش عايز اقول لك حدث ولا حرج، بس برضو انا عندي نقطه معينه خلينا متفقين. انا هقول رايي في الحاجه الشخصي، رايي الشخصي عن تجربه واحد، ده اصلا المجال بتاعي بعيدا عن التصوير، ده المجال وشغلي. فانا هقول لك رايي كتصنيع وكجوده وكخامات وكفلوس مقابل خدمات وامكانيات. هقول لك رايي. والله عجبك الفيديو اهلا وسهلا، منورني. ما عجبكش الفيديو برضو نورتني، وشوفوا عند حد تاني مفيش مشكله. بس انا بقول لك رايي انا، لان الناس بتهاجمني بقى، اللي هو انت ليه؟ لا دي حلوه، دي جميله، اشتريها. يعني انت شايفها حلوه جميله اشتريها. انا مش عندي تارجت، وزي ما قلت انا مش باخد حاجه من الشركات، فبالتالي بقدر اقول رايي بكل حريه، بقول رايي كمستخدم، كواحد هيستخدم الساعه دي بقاله شويه، بالذات الفات 4 برو. انا حاولت في الساعه دي بالذات ان اخد وقتي في استخدامها. يعني الفات 4 العاديه انا جربتها واستخدمتها على طول، لكن الفات 4 برو انا حبيت ان انا اجربها وتاخد وقتها في الاستخدام عشان اقول لك بعد التجربه بعد شويه. مش هقول لك اول تجربه مبدئيه بعد اول اسبوع واقول لك لا فعلا بعد اول اسبوع دي حلوه او وحشه، لا تاخد تجربتها شهر. انا مديها تقريبا شهر او اكتر بجرب فيها. الواوي فات 4 برو عايزين نلحق نراجعها وتتفرج عليها قبل ما تنزل الجي تي 6 والجي تي العاديه، يعني برضو نزل عليها كذا ريفيو. خلينا ايه سريعا كده اقول لك محتويات العلبه. طبعا العلبه زي ما هي قلنا في الفيت 4 هي ما بيجيش معاها حاجه غير الساعه، ستراب واحد، والشاحن المagnetic الوايرلس ده اللي الظهر بتاعه معدن، شكله لطيف لكن يعني مش اضافه كبيره يعني في حق السماعه، في حق الساعه، لكن هو اضافه. وهقول لك ليه اضافه، لان هو لاسلكي، بس لاسلكي سريع، لان معروف ان اي شاحن لاسلكي بيبقى بطيء. هقول لك زي ما اتفقنا الفيديو هيتقسم مزايا وعيوب، بس في العيوب هقول لك ليه العيوب، وانت بنفسك قدر انت بقى وشوف ده مناسب او لا. اول حاجه نتكلم عن الشكل والتصميم. الشكل والتصميم بتاعها ما يختلفش عليه اتنين، فعلا الشكل والتصميم بتاعها ممتاز. انا لو بستخدم ساعات ابل مثلا، او عايز اقارن ما بينها وبين ساعه الابل اس اي، لان هي يعتبر تقريبا قريبه منها في السعر، الابل اس اي قريبه منها في الامكانيات، لكن طبعا مع اختلاف بعض انظمه التشغيل وبعض الحاجات. فانا هقول لك لا، في الديزاين انا بالنسبه لنا الفيت 4 برو تكسب. بتيجي بشاشه امولود واحد علامه 82 480 في 408 بكسل. سطوع الوانها في الشمس هي 3000 نيتس. سطوع الالوان ووضوحه في الشمس انا شايفه لحد ما 3000 نيتس. كنت قلت في الفات ان هو ما كانش قوي معايا، لكن انا بالنسبه لي في الفات 4 برو معرفش، يعني هو 3000 نيتس، بس انا شايف ان فعلا لا الاضاءه الى حد ما كويسه. وبرضه ايه ان دي تجربه حيه عشان تبقى شايف الحاجه اللي انا بحكيها لك. وبتيجي بخاصيه الالاون ديسبلاي، وانا بحب جدا الالاون ديسبلاي عشان خاطر بعرف ايه. بص، انا بحب الالاون ديسبلاي لان انا ده بالنسبه لي ده مفيد جدا في الساعات اللي بستخدمها. ما بحبش الساعه اللي هي ايه افضل لازم ادوس على الزرار عشان استخدمها، مجرد بس ما احرك الساعه زي كده الساعه بتشتغل معايا كويس. بتيجي الفريم والحواف بتاعتها من الالومنيوم والتيتانيوم، زائد الازاز بتاعها ازاز ياقوتي مقوى يتحمل الصدمات والخدوش، ولكن طبعا مش بالدرجه اللي انت متخيلها، لكن يتحمل معاك الخبطات الجامده، يتحمل معاك الخدش، الساعه تفضل متماسكه ومحافظه على نفسها. بتيجي بمعيار 5 اي تي ام، يعني تنزل معاك تحت الميه 40 متر وتستحمل معاك. لكن طبعا زي ما بنقول كل مره ان هي ده في الميه العذبه فقط، يعني معيار اي تي ام عامه او 5 اي تي ام مش معيار للميه العذبه، للميه المالحه، لكن لا الميه العذبه بول بقى تنزل بيها، تتوضى بيها، تاخد دش بيها، الكلام ده كله، فهي تبقى ممتازه معاك. تيجي ببطاريه 400 ملي امبير وبتقعد معاك تقريبا 10 ايام. لا انا قعدت معايا اكتر من 10 ايام، لان انا باستخدامي للساعات مش بهلكها. انا يعني بلبس الساعه مجرد نوتيفيكيشن، مش بستخدمها الاستخدام الطبي قوي الا اذا كنت عايز اجربها عشان اعمل عليها ريفيو، لكن غير كده في العادي هي في ايديا بنام بيها ساعات، بعض الساعات، لان الساعات بتبقى خفيفه زي مثلا الفات او الفيت 4 برو. حجمها مش تقيل فاقدر انام بيها، الحجم بتاعها خفيف رغم انها من الالومنيوم، بس ما تضايقكش. الملمس بتاع السيليكون بتاعها رايق قوي، رايق قوي وشيك قوي، فيخليك ان انت مش متضايق وانت لابسها، فممكن تنام بيها عشان تديك الانديكيتور بقى بتاع النوم والاكسجين والاي سي جي وكل الكلام اللي هنحكيه بالتفصيل بعد كده، يديك كل التقارير وتستفيد منها وتطلع منها مستفاد احسن استفاده. زي ما قلت بتيجي ببطاريه 400 ملي امبير، فبتقعد معاك 10 ايام او اكتر على حسب استخدامك، وبتيجي بالشاحن بتاعها اللاسلكي السريع، وبتشحن تقريبا 100% في 60 دقيقة. بتيجي بجي بي اس تراكر، والجي بي اس تراكر زي ما قلنا في الفات 4 العادية ان هو جي بي اس اوف لاين، يعني انت ممكن النهارده انا عايز امشي في تراك وعايز اعرف بقى حرقت كالوريز قد ايه وكام خطوة مشيتها وكل التفاصيل دي، ممكن اسيب الموبايل في البيت، البس الساعة،
الجي بي اس اوف لاين هيبدا يعد معايا الخطوات بتاعتي وضربات القلب وكل التقارير والماب اللي انا مشيتها وكام كيلو وكل حاجه، وكل ده من خلال الساعه والابلكيشن. فدي ميزه جباره وجديده ومحدش عملها قبل كده. وهي تدعم خاصيه الدفع بالان اف سي. طبعا ده مش متاح في مصر ومش موجود. زي ما قلت الدفع في مصر بالان اف سي لسه ما اشتغلش، لسه البنك الاهلي بدا يعمل الدفع بالان اف سي بالموبايل، لكن الدفع بالان اف سي شغال في دول الخليج لكن لسه، وفي اوروبا لكن بعض الدول زي مصر لسه ما اشتغلش الدفع بالان اف سي. تدعم النظامين، ودي على مسؤوليتي الشخصيه عشان كل شويه حد يسالني لو انا جبتها تبقى مشغله مع الابل، طب هي تبقى شغاله مع السامسونج. تدعم النظامين 100%. ولكن هتجيلك الاشعارات عادي، هتشوف التنبيهات بتاعتك كلها باللغه العربيه واضحه او باللغه الانجليزيه، هيظهر لك كل التفاصيل رايقه جدا وحلوه. لكن في بعض العيوب الصغيره اللي اقولها لك في الجزء الخاص بالعيوب، ده اللي يخليك فعلا لما تيجي تسالني تقول لي بصراحه هي بتشتغل، اقول لك بتشتغل بيرفكت 90% مع الايفون ومع السامسونج، لكن في 10% هقول لك هيروحوا فين. فهي لو بتدعم النظامين، بتدعم النظامين التشغيل اندرويد والاي او اس. انا بشغلها على موبايل ايفون عادي، بتديني التقارير وبتديني كل حاجه، لكن فيها شويه النواقص او الحاجات المتعبه، لكن انا عارف اتعامل معاها على المستوى الشخصي لان هي مش محتاجها قوي، فمش عامله لي ضرر كبير. طيب بتقيس ايه الساعه دي؟ بتقيس درجه حراره الجلد، يعني تشوفك انت سخن او لا، وبتديك انديكيتور. الميزه ان هي مش يعني الفيت 4 برو جايه، هي اغلبيه الحاجات اللي انت بتشتكي منها او الحاجات اللي انت بتقيسها لك الساعه، هي بتيجي تديك الانطباع بتاعه وتقول لك والله انا قست الحراره، وبتديك تنبيه انت عندك مشكله في ضغط الدم، عندك مشكله في نسبه الاكسجين في الدم، عندك مشكله في النوم، بتديك تنبيهات مش مجرد ان انت لازم تخش تدور عليها. فدي ميزه بتحسب لها. بتقيس درجه حراره الجلد ونسبه الاكسجين في الدم سواء وانت نايم او وانت صاحي لو انت لابس الساعه. ليه في الاول قارنتها بالساعه الابل اس اي؟ لاول مره هواوي بتدعم خاصيه الاي سي جي. على الزرار اللي في الجنب ده بتاع الاي سي جي بيبدا يقيس لك زي ابل بالظبط، يقول لك تخطيط القلب الكهربائي، هو اسمه كده، بيقيس نبضات نسبة الكهرباء في القلب او رسم القلب الكهربائي. زي ايه مثلا؟ اضطرابات القلب. بص هو الاي سي جي شويه معقد، هو حاجه طبيه اكتر، انا هشرحها لك بشكل مبسط. هو بيقيس نسبه الكهرباء في القلب والاضطراب في الايقاع بتاعه، يعني لو في مشكله في نبضات القلب الكهربائيه بيديك برضو، ما بتقيس مجرد الاي سي جي، انت تحط صباعك كده السنسور ده بيبدا يقيس الكلام ده. ايه هو الاضطراب الايقاع القلب ده؟ زي الرجفان الاذوني، بيديك بقى ايه مؤشرات ما بدري قبل ما يحصل لك اي مضاعفات، ويقول لك انت عندك مشكله لازم تروح تزور اي طبيب. ودي حاجه مهمه جدا للناس اللي عندها مشاكل في القلب او عندها مشاكل في الموضوع التنفس، عندها مشاكل في عامه صحيه. الساعات بقت حاجه مهمه، بقتش حاجه كماليات زي الاول، لا انت لازم تستخدم التقارير الطبيه، مش مجرد ساعه تجيبها تلبسها في ايدك وخلاص. لا، اعرف مستوى نومك، النوم بتاعك كويس ولا لا، اعرف نسبه الاكسجين في الدم بتاعك، اعرف حاجه زي الاي سي جي مثلا تستخدمها. ولاول مره زي ما كنت بقول يا رب الشركات تسمع النداء بتاعه وتعمل جيم مود، لكن هو مش جيم مود، هو بيديك ريكوردز اسهل للجيم لو انت بتلبسها وبتتمرن، فبيديك ريكوردز اسهل. طيب في برضه ناس تقول لي الاس بي او 2 انا هستفيد بيه؟ الفتره جت فيها كورونا، كان موضوع قياس نسبه الاكسجين في الدم كان بيقول لك انت فعلا مصاب او لا. فنسبه الاكسجين في الدم، الناس اللي بتتسلق جبال، الناس اللي بتلعب رياضات صعبه او رياضات فيها يعني مجهود بدني قوي زي الحديد او بيلعبوا بوكس او الكلام ده، بيحتاج قياس نسبه الاكسجين في الدم عشان يعرف هو كده المونيتور بتاعه. برضه يقيس نسبه انخفاض الاكسجين، والناس اللي بيجي لها خنقه او كتم نفس وهو نايم بالليل، الساعه تبقى مفيده جدا ليك. عامه اي ساعه بتقيس نسبه الاكسجين في الدم، لكن تكون بتقيسها قياس صحيح. طيب العيوب يا فندم ان هي لو حضرتك بتستخدمها على الابل او على السامسونج فهي ما فيهاش متجر، هي ما فيهاش متجر غير لهواوي بس، فمش تعرف تدعمها تنزل عليها ابلكيشنز من الابلكيشنز المدعومه للساعه، مش هتعرف تستفيد بيها خالص. انت سالتني على العيوب، فانا احكي لك بقى العيوب اللي انا شفتها من وجهه نظري لما استخدمتها مع ابل. ما فيهاش سيري اسيست، ما فيهاش جوجل اسيست، ما فيهاش هاي سيري فتروح الساعه زي بقيه الساعات اللي الواحد بيستخدمها، ما فيهاش الكلام ده نهائي. فدي حاجه بالنسبه لي لا، دي تتحسب، دي نقطه ضدها. طبعا قلنا الان اف سي مش مدعومه في بعض البلاد، لكن دي حاجه لا تؤخذ على الساعه، لان دي حاجه في البلد نفسها، دي بوليسي او دي قوانين بلد، دي مالهاش علاقه بالساعه. ما اقدرش اقول ان الساعه وحشه ان هي ما بتشتغلش عندنا في مصر، لا، هي الساعه مالهاش دعوه، الفانكشن موجوده، هي لما يبقى مسموح بيها ان احنا نقدر نستخدمها نقدر نستخدمها. طيب ايه تاني؟ الاي سي جي ملحوظه عشان في ناس بتتابعنا من كذا جنسيه. الاي سي جي القياس اللي هنا ده مش مدعوم في كل الدول للاسف، يعني هو مش مدعوم في دول معينه لكن مدعوم في مصر. فمش مدعوم في دول معينه، دي ممكن تبقى مشكله تواجهك، فانت تبقى دافع رقم كبير عشان موضوع الاس جي، فاقول لك لا يا ما تبقاش مدعومه، روح تجيب ابل. لو انت بتدور على الاس جي وعايز القياس ده، فانت بالنسبه لك الاس اي او الابل عامه، الساعات الابل ووتش هتبقى بالنسبه لك استثمار افضل بكتير. طيب ايه بقى الحاجه الكبيره اللي ضايقتني؟
صعوبة مشاركة البيانات الصحية مع ابل هيلث وجوجل هيلث. طبعا المشاكل اللي احنا عارفينها ما بين الصين وامريكا، فبالتالي نقل البيانات او ان انت تستفيد من الريكوردز بتاعه الهيلث بتاعه الساعه، كل ده مش هستفيد منه لان هو ما بيتنقلش على جوجل هيلث ولا ابل هيلث. لان على الاقل يبقى في انديكيتور لابل هيلث اقدر اشوف بقى الكلب اللي مش عايز يسكت ده مش عارف ماله. المهم يعني فهي ما بتبقاش مدعومه للابل هيلث، فما بتدكش انديكيتور كفايه يخليك تقول اه فعلا ده هي اقدر اخد الريكوردز الموجوده على الساعه وادخلها على جوجل هيلث او على ابل هيلث، فعشان خاطر مانج يبقى عندي كل الداتا بتاعتي الطبيه والصحيه كلها في مكان واحد، فده غير مدعوم تماما. فدي من الخمس او الاربع عيوب اللي انا وجدتها في الساعه. انا اقدر اتعايش معاها، لكن موضوع ان ما اقدرش انقل الريكوردز بتاعتي من هواوي هيلث لجوجل هيلث او ابل هيلث دي حاجه سيئه جدا جدا. وان طبعا ما فيهاش جوجل اسيست، لان اغلبيه الناس بتستخدم ابل مع الوقت بتلاقي نفسك هي سيري وتروح مديها الاوردر بتاعها. دي حاجه يعني الى حد ما برضو تعتبر عيب، وعيب كبير بالنسبه لساعه بالسعر ده. السعر 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 بتاعها غالي جدا من وجهه نظري. يعني السعر هتلاقيه موجود في الديسكربشن تحت وقت تصوير الفيديو طبعا، لان انا مش عارف الفيديو هينزل امتى بالظبط، لكن وقت تصوير الفيديو هكتب لك السعر في الوقت اللحظي وانا بنزل الفيديو بالمصري وبالدولار. فسعرها غالي جدا، سعرها مبالغ فيه على قد الامكانيات، وهي مش بتدعم كل حاجه ومش مع جوجل هيلث ومش سيري اسيست والكلام ده كله. فبالنسبه لي لا، يعني لا مش حاجه يعني سعر مبالغ فيه جدا. لكن الساعه وتصميمها وامكانياتها وتحملها فالساعه ممتازه جدا. بس يا رب ما اكونش طولت عليكم وقلت لكم المفيد، وده رايي في الساعه بدون هجوم يا جماعه، وما نهاجمش بعض في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان اشرح لك اللي جاي. باي باي.